welcome to my channel. في فيديو النهاردة أنا هعلمكم إزاي نتجنب ال10 أخطاء اللي أنا هقولها لكم في الفيديو ده. مش بس كده، ده احنا كمان هنتعلم من غلطنا. أي حد هيسمع الفيديو ده يقول أنا مش بعرف أرسم، أنا بسمع فيديو عن الأخطاء وإزاي أتجنبها. ما تقولش كده، لأن احنا كلنا وقعنا في الخطأ ده. أنا كرسامة أنا وقعت في الأخطاء دي كتير جدا واتعلمت بعد عناء. فقبل بس ما نبتدي الفيديو ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. اول حاجه انا مسكت كتبت لكم 10 اخطاء في ورقه. ليه؟ لان هم بجد كتير قوي، مش هعرف افتكرهم. حتى لو انا وقعت فيهم برضو مش هعرف افتكرهم. ليه؟ لان هم اكتر 10 اخطاء كارثيه الصراحه. اول واحده دي بقى نص الرسامين بيقعوا فيها. ليه؟ انا بمسك القلم بمسكه جامد، برسم الرسمه جامد، وبلاقي الورقه ممكن تتقطع مني، ممكن معرفش امسح اللي انا رسمته. كل ده هيواجهني بعد كده. ليه؟ لان انا ببساطه مسكت القلم جامد، مسكت قعدت اعمل في القلم جامد 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 لغايه ما بقت الرسمه مثلا شكلها وحش. اول حاجه حتى لو انا بعرف ارسم 100% فهي هيطلع شكلها وحش. تاني حاجة مش هنعرف نمسح. ليه؟ لان مهما مسحت ومهما حاولت تمسح، هتلاقي وانت بتلون الخطوط اللي انت مش عارف تمسحها دي هتبان، خاصة لما تيجي تلون بألوان الخشب وبرضو ألوان الجواش. الألوان الجواش ممكن تختفي شوية لو انت تقلت على الألوان، بس لو تقلت بقى على الألوان دي بقى هتحتاج ألوان كتير، مثلا كمية كبيرة، هتضطر تضغط جامد على الألوان لو هي ألوان خشب. كل ده ليه؟ كل ده عشان أنا ضغطت جامد وأنا برسم. مرسم خفيف أريح نفسي، هعرف أمسحها بالجمل العادية وهعرف أمسحها بجملة الفهم كمان. تاني حاجة دي بقى كارثية. أنا رسمت حتة في رسمها مش عجباني، مثلا رسمت عين. العين دي مش عجباني، حاسه ان هي طالعه فوق عن العين التانية، مش مظبوطه، شكلها مش كويس. فرحت مسحتها ورسمتها تاني، لقيتها برضو طالعه فوق. مسحتها ورسمتها تاني، لقيتها برضو طالعه فوق. مسحتها ورسمتها تاني، لقيتها مش مظبوطه شويه او بعيده شويه. مسحتها ورسمتها تاني. كل شويه بمسح وارسم بمسح وارسم بمسح وارسم. انا كده عمر ما الرسمه هتظبط معايا في الاول خالص. وكل ما انا امسح هلاقي ان الورقه برضو علمت معايا. ليه؟ كأن اللي ضغط على القلم جامد. ليه؟ لان انا مسحت كتير قوي في نفس المكان. طب اعمل ايه عشان اتجنب الخطأ ده؟ ببساطه كده، احنا عملنا الغلط ده، والعين مثلا مش عجبانا ولقيناها ان في عين اعلى من العين التانية. هنعمل ايه؟ هنروح رسمين فوق الرسمة الغلط العين المظبوطة اللي احنا عايزينها. هنلاقي نفسنا نزلنا شوية، هنلاقي نفسنا ظبطنا شوية. هنمسح الزيادات وبس كده، خلاص احنا رسمنا العين اللي هتبقى قدام العين اختها، وكل حاجة هتبقى تمام معانا. مش هلاقي مثلا الورقة علمت من كتر ما انا عمال بمسح عمال بمسح عمال بمسح. ليه؟ لان كل ده مش هيخلي الرسمة كويسة. تالت حاجة، بخاف اللي انا اغلط. دي كانت بتواجهني كتير، خايفة اللي انا ارسم الحتة دي فاغلط، خايفة اللي انا الون باللون ده فلاقي شكلها وحش، خايفة 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 خايفة. كل الخوف ده هيوقفنا اللي احنا نعمل الحاجة اللي احنا بنحبها. فما نخافش ونثق في نفسنا. وكده وكده اي رسام بيغلط في الاول. ما تقولوش انا لازم اكون زي المحترف كذا اللي انا سمعته، لازم اطلع زيه. لان لو فضلت تقارن كتير، لو فضلت تخاف كتير ان انت تعمل غلطات، عمرك ما هترسم كويس وهتفضل بنفس مستواك. رابع حاجة، التلوين بلون غامق. التلوين بلون غامق دي بقى ايه؟ هتواجهني في ايه؟ انا هعرف اظبطها في الجواش، هحط ابيض. مش هعرف اظبطها في الوان الخشب. الون باللون الاسود مثلا واروح حاطه فوقيه لون بني فاتح. ايه ده؟ مش بيلون ليه؟ ما حضرتك انت لونت باللون الغامق. الون مثلا باللون الفوشيا الغامق واجي احط عليه اللون البامبي، هلاقي ان اللون البامبي اللي انا حطيته على اللون الفوشيا الغامق
الميكسين دول عملوا لون اغمق من اللون اللي انا حطيته، فده برضو مشكلة من المشكلات لازم نتجنبها خاصة في الالوان الخشب. طيب خامس حاجة، دايما بفكر في الادوات الغالية، اقول لا انا لو جبت الوان زيت هعرف الون، انا لو جبت الوان الجواش اللي هي 2000 جنيه دي هعرف ارسم، رسمي هيبقى احسن، هحس ان انا كويس في الرسم وهعرف الون، لكن الالوان اللي معايا دي وحشة ومش هعرف ارسم. ده كلام غلط. انا ابتديت رسم خالص بالوان خشب، حرفيا انا موهبتي طلعت في الالوان الخشب. بدأت واحدة واحدة استخدم الوان بوستر، بدأت واحدة واحدة استخدم الوان جواش، ولغاية دلوقتي انا ما استخدمتش الوان الزيت. ليه؟ لان انا عايزة اكون محترفة اكتر في الوان الجواش عشان اعرف استخدم الوان الزيت. فدايما مش الادوات الغالية هي اللي بتخلينا مثاليين. طيب سادس حاجة، بقارن دايما نفسي. لقيت واحد محترف على النت اقعد اقول لا انا عايز ابقى زيه ومش عارفه ايه، ورسمت رسمه هو رسمها بالظبط، ولقيت ان هي مش احلى حاجه او مش زيه قوي، فاقعد اقول هو عمل ايه، واقعد افكر كتير طب ازاي ابقى زيه ومش عارفه ايه. طب انا كده بقى مش هرسم خلاص، انا رسمي مش زيه. ما ينفعش اقارن نفسي بالمحترفين، اشوف واحد مبتدئ زيي او بيعلم للمبتدئين وهقدر اتعلم معاه واحده واحده، الاقي نفسي احسن من المحترفين. طيب بستخدم صوابعي كتير، دي سابع حاجه، بستخدم صوابعي كتير وانا بدمج في التظليل. يعني الكوتن بادز دي بستخدمها في التظليل، مش عندي، مش معايا دلوقتي منديل. مثلا برضو مش عندي في اقلام كده للتظليل، انا كنت وريتها لكم في ادوات، اهم ادوات للرسم، ودي اهي شكلها، دي برضو بتبقى للتظليل كويسه. بلاش استخدم صوابعي، بصمتي هتبان مش هتبقى حلوه، صوابعي هتبقى يعني مهببه، واي حته فاتحه انا عايز ادوبها هلاقي الهباب الغامق ده جه عليها فبوظ الرسمه. امسح هفضل برضو اعمل بصوابعي برضو هتبوظ. طب ليه انا استخدم الكوتون بادز او المناديل او الاقلام اللي بتسيح؟ طيب تامن حاجه، بنسى ان انا اصور رسمتي. انت مطلع رسمه على النت وقلدتها وكل حاجه، صور رسمتك، ادي رسمتك صوره كده واقعد قارن، هتلاقي اللي انت لقيت الخط ده معوج عن الحته دي، لقيت مثلا ان مثلا انت راسم رسمه فيها مثلا ورده، لقيت ان الورده دي الورقه بتاعتها مش مظبوطه زي هنا. كل ده هيساعدك ان انت تطلع الغلطات، فلازم نصور الرسمه بتاعتنا بعد ما نخلصها عشان نعدل الغلطات قبل ما نبتدي نلون، لان التلوين ده بيبقى في الاخر. تمام. تاسع حاجه، ليه بمسك القلم قريب من السن؟ يعني انا ليه بمسك القلم كده قريب من السن؟ انا كده زي ما قلت لكم هيساعدني ان انا اضغط، حتى لو انا يعني مش هقول لا انا مش هضغط، انا هحاول ان انا مش هضغط، انا بمسكه كده انا هفضل اضغط حرفيا من غير ما اخد بالي، انا هلاقي نفسي بضغط، مش هلاقي نفسي بعرف ارسم كويس. كل ده مشاكل هتواجهني. طيب عاشر حاجه، مش بجرب التمارين البسيطه. يعني مثلا انا مش بعرف ارسم العين قوي، اروح ارسم لي بورتريه ليه؟ انا امسك عين بكل الزوايا بتاعتها وابتدي اتدرب عليها، هلاقي نفسي واحده واحده بقيت اتقدم والعين بقت كويسه. ابتدي امسك المناخير، ابتدي امسك البق، لقيت نفسي بقيت تمام، ابتدي اعمل البورتريه. لكن اعمل بورتريه وانا عندي كل حاجه كويسه بس العين عندي شكلها وحش، ده غلط تماما. ليه؟ لان انا ما اتدربتش. انا مهما عندي الموهبه لازم اتدرب، انا مش مولود بعرف ارسم، فلازم كلنا نتدرب. طيب وهي دي كانت ال10 اخطاء اللي احنا كلنا كنا بنقع فيها، حتى انا والله انا كنت بقع في كل الغلطات دي وغلطات اكتر كمان. وبس كده، ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والسبسكرايب لو انتوا لسه ما عملتوش، وقولولي ايه اكتر الاخطاء اللي كنتوا بتقعوا فيها، ولو في اخطاء تانية انا ما قلتهاش في الفيديو ده قولولي وانا اقول لكم ازاي نحلها.